أهلا ومرحبا بكم في موقع كيداهم. نقدم لكم اليوم موضوع عن الصابونة المناسبة للبشرة الدهنية والجافة. أولا، البشرة الدهنية، والتي معروف عنها بأنها تنتج الكثير من الدهون، وبالتالي فإن هذا النوع من البشرة يحتاج إلى المثابرة على التنظيف مقابل اختيار الصابونة المثالية بدقة عالية. لذلك على صاحبات هذه البشرة أن تختار الصابونة بخصائص مقشرة، ولكن في مكونات لطيفة على البشرة حتى لا تقوم بأذيتها بسبب الغسيل المستمر. وركزي في اختيارك على العناصر التالية: ملح البحر، الشوفان، السكر الأسمر، والدراق. وابتعدي كذلك تماما عن المواد الكيميائية مثل حمض الجليولوليك، واستبدليه بصابونة من مكونات طبيعية. أما إذا أردت التغيير عن الصابونة فإن غسول الجل هو الخيار الأمثل. ثانيا، البشرة الجافة، فإذا كنت من صاحبات البشرة الجافة فيجب أن تنتبهي من اختيار تركيبة لطيفة ناعمة معززة بخصائص وعناصر الترطيب مثل الجليسرين على سبيل المثال. يمكنك أن توجهي نحو الصابونة التي تحتوي إما على زيت الجوجبا أو الألوفيرا أو زيت جوز الهند أو زيت الكاكاو أو الأفوكادو أو الزيوت النباتية المثالية للبشرة الجافة. وللنتيجة الأمثل طبقي القليل من الماء الساخن على وجهك صباحا، ولكن استعملي الصابونة المرطبة في نهاية كل نهار، حيث تستطيعين كذلك استبدالها بالمنظفات على شكل كريم. اشتركي بسرعة معانا دلوقتي في قناة كيداهم من خلال زر سبسكرايب أو اشتراك اللي موجود أسفل الفيديو بالشكل ده.